صباح الخير يا اصدقائي، اتمنى تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم ازاي الورقه والقلم دول ممكن يساعدوكم جدا انكم تحققوا اهدافكم، تتابعوا مشاعركم، تثقوا في نفسكم اكتر، وتعرفوا انتوا عايزين تعملوا ايه في حياتكم، وطبعا تتعرفوا على نفسكم كمان. فيلا بينا نبدا على طول. انا كاتبه كل حاجه هشاركها معاكم هنا علشان ما انساش اي حاجه خالص، وممكن ابدا معاكم واعرفكم ازاي انا بدات كتابه يوميات وازاي فرقت معايا. وانا في ابتدائي كنت طفله هاديه جدا، كنت ما بعرفش اقول لا لاي حد. لو حد طلب مني اي طلب، حتى لو هو جاي على نفسي او حاجه انا مش عايزه اعملها، هعملها وخلاص، عشان انا ما بعرفش اقول لحد لا. وكنت باجي على نفسي جدا على حساب بقى الناس اللي حواليا، كنتش عارفه نفسي كويس خالص. وكنت لما بيكون عندي مشاعر سيئه كنت بفضل اكتمها فيا، وكنت عيوطه جدا. انا كنت بكتم مشاعري في كل حاجه، كل ما امر بموقف سيء او وحش كنت بعيط، ما بعرفش اتحكم في مشاعري وما بعرفش اعبر عنها. فساعتها محدش نصحني ولا حاجه، وسبحان الله كان اكتر حاجه بحبها في العالم القراءه والكتابه. فكنت بجيب اجنده كل سنه، الاجندات بقى اللي هي بتاعت الشركات دي اللي بتتبعت لكل الناس، كنت باخدها من ماما وبابا واقعد اكتب فيها الحاجات اللي مضايقاني، واكتب فيها الحاجات اللي حصلت في يومي، واكتب فيها انا عايزه اعمل ايه في حياتي. طبعا انا كنتش عارفه اصلا ان دي حاجه اساسا في العالم، انا كنت مفكره نفسي كده ايه، انا بلعب. وفعلا مع الوقت ابتديت ان انا بقيت بتعرف على مشاعري بشكل احسن، بقيت بعرف انا عايزه اعمل ايه بشكل احسن، والجزء التخطيطي في دماغي ابتدى ينمو. يعني بقيت بعرف افكر بشكل منطقي للحاجات اللي انا عايزه اعملها. بقيت في اعدادي شخص مختلف تماما عن ابتدائي، بقيت بدخل مسابقات كتيره جدا للقراءه والصحافه، كنت امين المدرسه، كنت امين المحافظه، كان عندي علاقات كتيره جدا، وابتدت فعلا دايره علاقاتي تكبر. النمو في شخصيتي ده كان بسبب ايه؟ بسبب ان انا بقيت بعرف اعبر عن مشاعري واعبر عن كلامي بشكل احسن. دخلت ثانوي وبقيت لحد دلوقتي بكتب يومياتي كل يوم، كل حاجه زي الفل، لسه نفس الشخصيه بتاعت اعدادي، اجتماعياتي كتيره، بدخل مسابقات كتيره جدا وبتعرف على ناس كتيره جدا وبتعلم كتير. يعني بقيت بقول ايوه لفرص كتيره جدا، بس لسه عندي الجزئيه بتاعت انا ما بعرفش اقول لحد لا. فكنت باجي على نفسي بسبب الموضوع ده جدا. دي كانت تقريبا اول حاجه احس او المسها بايدي ان هي اتغيرت فيا بسبب كتابه اليوميات، هي موضوع ان انا اقول لا. ده بقيت بكتب انا لو قلت ايوه للحاجه دي هستفيد ايه وهخسر ايه، ولو قلت لا هستفيد ايه وهخسر ايه. فبقيت الاستفاده الاكبر لما انا بقول لا للشخص ده، مش بقول له لا مش هعمله، لا انا ما عنديش الوقت الكافي ان انا اعمل الحاجه دي، ممكن ناجلها لحد ما اكون انا متاحه، وهكذا. فاهميني؟ ما ينفعش نقول لحد برضه لا في وشه كده، بالذات لو الشخص ده شخص احنا مش عايزين نخسره، فنقول له لا ليه؟ فبنكون بنقول لا بذوق يعني. واتعلمت ساعتها لما اتحط في مواقف معينه وعايزه اهرب منها، اهرب منها ازاي؟ بذوق. ما اكونش قلت الذوق باي شكل من الاشكال. فدي اول حاجه. وانا في ثانوي عرفت ساعتها ان كتابه اليوميات غيرتها فيا. وانا في ثانوي برضو تقريبا تالتة ثانوي اكتشفت اكتشاف بقى خطير، ان في اسئله لكتابه اليوميات، الاسئله دي هتساعدني ان انا اتعرف على نفسي اكتر، اثق بنفسي اكتر، اتابع انتاجيتي وانجازاتي واخفاقاتي وكل الحاجات دي. طبعا بعد الاكتشاف الرهيب ده انا بقيت كل ما بقابل حد في حياتي بساله الاسئله بتاعت كتابه اليوميات دي، وبقيت منتظمه عليها جدا جدا جدا. حتى هتلاقوني في هايلايت على انستجرام انا منزلاها، دي الاسئله انا كنت بعملها كل يوم، كنت بنزلها لكم كل يوم كمان. الاسئله دي فرقت معايا بشكل مش طبيعي. فرقت معايا في ايه بقى؟ في تقديري لذاتي، بقيت بقدر نفسي اكتر، في حبي لذاتي، وفي استحقاقيتي. بقى عندي استحقاقيه، بقيت عارفه الحاجات دي غير مناسبه ليا ومش في المستوى بتاعي، مش قصدي ماديا ولا اجتماعيا، قصدي في المستوى بتاعي الفكري، والحاجات دي مناسبه ليا. فبقيت بعرف ان انا اخد قرارات بشكل احسن. انا دلوقتي في سنه رابعه جامعه، ولحد دلوقتي انا بكتب يومياتي، عاده بداتها من وانا في ابتدائي بشكل عشوائي جدا، لسه مكمله معايا لحد دلوقتي وغيرت في حياتي بشكل كبير جدا. عشان كده هتلاقوني دايما بنصحكم بكتابه اليوميات. النهارده هشارك معاكم ايه الحاجات اللي ممكن تكتبوا عنها او تعملوها عشان تساعدكم ان انتوا تثقوا في نفسكم اكتر، تتعرفوا على نفسكم اكتر، وطبعا ان انتوا تتابعوا اهدافكم وانجازاتكم. اول حاجه، ودي العاده اللي انا عملتها بقالي سنه تقريبا، وهي اني اصحى من النوم اكتب 3 حاجات بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليهم، واكتب ايه الحاجات اللي انا هعملها النهارده. اليوم خلص افتح الاجنده واكتب ايه الحاجات اللي انا عملتها النهارده وازاي يومي كان ممكن يكون احسن. ودي اهم نقطه، ازاي يومي كان ممكن يكون احسن. في ايام بتكون رائعه بس بيكون ناقصها حاجه صغيره. يعني مثلا لو انا كنت صليت الظهر
في الجامعه ما استنيتش لحد ما اروح البيت، كان هيكون احسن عشان ما اجريش ورا نفسي عشان اصلي الظهر والعصر. حاجات بسيطه جدا هتبقى حاضره في ذهني، ابقى انا عارفه بقى ان انا في الجامعه لو الظهر اذن اصليه على طول علشان لما اجي اروح هيكون العصر اذن عليا، وهكذا. بجد بتكون حاجات بسيطه جدا بس بتفرق معانا وبتفرق في يومنا. تاني استخدامه هو متابعه الاهداف. هنصحكم نصيحه حلوه جدا، وهي ان انتوا جايين تكتبوا اهدافكم قسموها بالجوانب بتاعه حياه الانسان. ايه جوانب حياه الانسان دي؟ الجانب الديني، النفسي، الاجتماعي، الدراسي، المادي، والجسدي. 6 جوانب لحياه الانسان. لو هتعملوا تخطيط للاسبوع فاعملوا هدف لكل جانب، تمام؟ بس في ساعات احنا بيكون عندنا جانب اولويه اكتر من جوانب تانية. يعني مثلا ايام الامتحانات الجانب الدراسي طبعا هو اللي بيفوق. طب شخص اصلا ما عندوش امتحانات، متخرج، فطبعا الجانب الدراسي ملوش اي لازمه دلوقتي، وهكذا. يعني بتدوا الاولويه للحاجه اللي ليها الاولويه في الوقت الزمني اللي انتوا عايشين فيه. تمام. هتعملوا هدف واحد بس في الاسبوع لكل جانب، كده هيكون عندكم 6 اهداف. طيب لو احنا في الشهر ممكن هدفين او 3 لكل جانب، بالكتير 3. ليه بقى؟ عشان لما انتوا بتكتبوا حاجات كتيره جدا عايزين تعملوها وما تعملوهاش بتحسوا بالاحباط. لو شخص قاعد يوعدكم موعد كتيره جدا، قال لكم وانا هعمل وهسوي وما اعرفش ايه وما عملش اي حاجه من الوعود بتاعته دي، هتثقوا فيه؟ اكيد لا. نفس الكلام مع نفسنا. لو انتوا قعدتوا توعدوا نفسكم موعود كتيره جدا 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 وهميه وهاويه، عمركم ما هتكونوا واثقين في نفسكم. عشان كده لازم تكتبوا اهداف قابله ان انتوا تحققوها، مش اهداف هاويه واحلام غير قابلة للتحقيق. الاستخدام الثالث للورقة والقلم او كتابة اليوميات بشكل عام هي ان انتم تتابعوا مشاعركم. ازاي بقى؟ هي ان احنا حرفيا نكتب يومياتنا، نكتب ايه اللي حصل النهارده حصل كذا كذا، الموقف ده ضايقني، في وقت ما في اليوم انا حسيت ان انا كنت عايزه اقعد لوحدي وما اقعدش مع اصحابي، انا مش عارفه الشعور ده جاي منين. ممكن الشعور ده جاي من ان انا مثلا كنت مصدعه، ممكن الشعور جاي ان انا عايزه افكر في حاجه معينه من غير زحمتهم، وهكذا. هتقعدوا تفكروا وتحللوا المشاعر بتاعتكم دي، حسيتوا بيها ليه، او المواقف اللي حصلت دي حصلت ازاي. انا يا جماعه من ساعه ما بدات موضوع تحليل المشاعر دي وانا بقيت بحط اعذار لكل الناس. يعني في ناس بتقول انا اكتر حاجه بكرهها في العالم الكذب، لو حد كذب عليا خلاص اكس وما اعرفش ايه. انا بقيتش كده خالص. بقيت ايه؟ بقيت لو حد كذب عليا انا بقيت بحط نفسي مكانه واحس بالاحساس اللي هو حاسه وبعد كده احكم عليه. يعني ما اقدرش احكم على انسان ابدا ابدا على اختيار خده، لان انا اصلا ما اعرفش باقي الاوبشنز اللي كانت عنده ايه. فاهميني؟ فزي ما الموضوع بتاع كتابة اليوميات ده بيحسن علاقة الإنسان بنفسه، بيحسن علاقة الإنسان بالبشر اللي حواليه، لأن هو بيكون مراعي جدا جدا عشان بيكون انتاتش قوي مع مشاعره. واحنا كلنا بشر، فانا زي ما انا بحس الاحاسيس دي الشخص اللي قدامي بيحس الاحاسيس دي. الاستخدام الرابع لكتابة اليوميات وهي ان احنا نتعرف على نفسنا. زي ما قلت لكم اسئلة كتابة اليوميات هي بجد يا جماعة كنز مش طبيعي. وعشان انتوا بتسألوني على طول انا بجيبها منين، انا بجيبها من بنترست. و يعني بيكون موجود على بنترست كتير جدا. لو انتم مش عايزين تبذلوا مجهود ان انتم تدوروا عليها على بنترست، ادخلوا عندي على انستجرام او على يوتيوب او على اي حته، هتلاقوني كل حرفيا اسبوع مثلا بشارك معاكم 50 سؤال لكتابه اليوميات مره واحده في فيديو قصير. برضو في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده هشارك معاكم مجموعه من الاسئله اللي ممكن تساعدكم جدا ان انتوا تتعرفوا على نفسكم اكتر. من الحاجات اللي جربتها فعلا جميله جدا وهي ان انا اتابع انجازاتي. عملت نوت بوك صغننه كده للانجازات بتاعتي، الهدف اللي انا عايزه اوصل له وصلت لقد ايه منه. يعني مثلا لو حد عايز يخس او يتخن فوصل لقد ايه من الوزن اللي هو عايز يوصل له. لو حد عايز يكون عنده مبلغ معين وصل لقد ايه من المبلغ اللي هو عايز يوصل له، وهكذا. فعلا النوت بوك بتاعت الانجازات دي بتفرق جدا يا جماعه مع التحفيز. يعني انا ببقى على طول متابعه انا عملت كذا، ده حلو بالنسبه لي، عشان احنا على طول بننسى ايه الحاجات اللي احنا حققناها وعلى طول بنركز في الحاجه اللي ناقصه عندنا. فلما نركز على الحاجه اللي اوريدي عندنا بنحس ان احنا عندنا حاجات كتيره جدا وبنحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. لو ركزتوا هتلاقوني اول حاجه قلتها ان انا بكتب 3 حاجات بحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها. ليه بقى؟ عشان اعزز من شعوري بالرضا عن حياتي. عشان الانسان الراضي عن حياته هيقدر ان هو يسعى في حياته من غير ما يعلق شماعات لكل الاخفاقات اللي هو بيعملها. يعني ايه؟ يعني لو انا ما توفقتش في حاجه ممكن اركز على الحاجه اللي انا ما توفقتش فيها دي وانسى كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقني فيها. لو انا ناقصني حاجه في حياتي هنسى كل النعم اللي ربنا انعم عليا بيها وهركز في الحاجه اللي ناقصاني. عشان كده يعني العاده بتاعت الحمد دي فعلا بتفرق في الرضا وفي جوده الحياه بشكل عام. واخر استخدام هشاركه معاكم النهارده هي التجارب الجديده. انا جربتها السنه دي وانا بعمل ال 22 حاجه اللي كنت عايزه اعملهم قبل عام ال 22. كتبت لسته طويله جدا 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 بالتجارب اللي انا عايزه اجربها قبل عامي ال 22. طبعا ما عملتهمش كلهم لانها كانت طويله جدا وكانت اكتر من 22 حاجه،
بس التجارب دي ستيل عندي لحد دلوقتي، والحاجة اللي بعملها بعمل عليها صح. يعني التجارب اللي انا نفذتها وخلاص خلصت، في تجارب تانية عايزة اعملها وبعمل عليها صح. انا كشخص بيحب اجرب حاجات جديدة وبحب يكون عندي هوايات كتيرة، دي حاجة بسطتني جدا جدا، فاظن ممكن تبسط الناس اللي شبهي في الموضوع ده. وبس كده يا اصدقائي، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وجالكم شوية افكار لحاجات ممكن تعملوها بالورقة والقلم. بس كده يا اصدقائي، مع السلامة.